تماما 10 مساء بتوقيت أسمر المحلة أينما كنتم. أيها السادة والسيدات من الفضاء الإثرية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. تصريح مشترك للرؤساء إريتريا إثيوبيا والصومال. دورة تأهيلية لأعضاء وزارة الزراعة. مساعي لتطوير التعليم في سوا. مسؤول صيني يطالب واشنطن بالكف عن تغويض سيادة بكين. الشرطة الأسترالية تؤكد وقوف داعش وراء هجوم ميلبورن. وحرائق كاليفورنيا تجبر السلطات على إجلاء 150 ألف شخص. أهلا بكم للتفاصيل. بحث رؤساء إريتريا وإثيوبيا والصومال في اللقاءات التي جرت بينهم يومي 9 و10 من نوفمبر في بحر دار بإثيوبيا القضايا الثلاثية والتطورات الإقليمية والدولية. وأوضح فخامة رئيس إسياس أفورقي ورئيس وزراء إثيوبيا الدكتور أبي أحمد ورئيس الصومال محمد عبد الله محمد في التصريح المشترك الذي أصدره عقب اللقاءات تقييم تنفيذ الإعلان المشترك للصداقة والتعاون العام الذي وقع عليه في أسمرة في شهر سبتمبر الماضي والتطورات التي تبعت الإعلان، وأن هذا اللقاء الثاني يعكس الانتقال التاريخي للسلام والتعاون الذي تشهده منطقة القرن الأفريقي. وأعرب الرؤساء الثلاثة عن الارتياح بالنتائج الإيجابية الملموسة التي تحققت، واتفقوا على مواجهة مشتركة للتحديات سواء الفردية أو الجماعية، مبينين دعمهم القوي لشعب الصومال والحكومة الفيدرالية الصومالية وجميع مؤسساتها، إدراكا من أهمية احترام سيادة ووحدة أراضي والاستغلال السياسي للصومال، ومؤكدين في الوقت ذاته عزيمتهم لسلام وتعاون المنطقة. وأعرب رؤساء إريتريا وإثيوبيا والصومال عن سعادتهم لغرب رفع كل أنواع الحظر المفروض على إريتريا، موضحين عن ثقتهم لمساهمة هذا العمل العادل للدفع بالسلام والتعاون التنموي للمنطقة. وقدم رئيسا إريتريا والصومال شكرهم البليغ لحسن الضيافة والاستقبال من رئيس الوزراء أبي أحمد وشعب وحكومة إثيوبيا في مدينتي غوندر وبحر دار التاريخيتين. واتفق الرئيس إسياس أفورقي ورئيس الوزراء أبي أحمد ورئيس الصومال محمد عبد الله على أن يكون لقائهم التالي في العاصمة الصومالية مقديشو. وكان اللقاء الأول للزعماء الثلاثة في عسمرة في 5 من سبتمبر هذا. وعاد فخامة الرئيس إسياس أفورقي إلى البلاد بعد ظهر اليوم 10 من نوفمبر مختتما زيارته إلى إثيوبيا تلبية لدعوة رئيس وزراء إثيوبيا الدكتور أبي أحمد. نظمت وزارة الزراعة دورة تدريبية ل80 من أعضائها بينهم 19 امرأة في مختلف المجالات، واشتملت الدورة على إعداد الخرائط وجمع المعلومات والطاقة الشمسية والهندسة الزراعية والتدريب الأولي لصيانة أجهزة الكمبيوتر ومجالات أخرى. وأوضح مسؤول تنمية القدرات البشرية في الوزارة السيد أسمر مقرماي في مراسم التخريج في 10 من نوفمبر أن التأهيل المقدم سيساعد الأعضاء لإنجاز أعمالهم بسلاسة. وأكد ممثل المشاركين في الدورة التدريبية على أهميته الكبيرة لتطوير العمل التقني. من جانبه أوضح وزير الزراعة السيد الرفاعي نابرهان أن أهمية التدريب تكمن في إمكانية التطبيق في العمل وتطويره بالدراسة والتأهيل المتواصل. وقام المشاركون في الدورة التدريبية بإعداد معلومات وخريطة تعكس التدريب المكتسب. قال مسؤول الشؤون الأكاديمية في مدرسة ورسي كالو الثانوية بساوى الأستاذ محرتاب قبر سلاسة أن التعليم الإضافي المقدم للطلاب له مساهمة كبرى في تقوية كفاءاتهم ونتائجهم. وأوضح أن الهدف من التعليم الإضافي هو تقوية المتفوقين وتحسين قدرات الطلاب في المستوى المتوسط والأدنى من أجل تحقيق نتائج جيدة في الامتحانات الوطنية. وأشار إلى تنظيم عروض للكتب وتأهيل مدرسي والنصح والإرشاد وأنشطة تعليمية إضافية وتقوية الطالبات والتدريس بالزمالة إلى جانب العملية التعليمية المنتظمة.
وذكر المسؤول بأن التعليم الإضافي المقدم في مساكن الطلاب بدأ في الدفعة 22 بمتطوعين معلمين، وأصبح منتظما بعد لمس فعاليته في الدفعة 24. وأفاد الأستاذ محمد هاب أن برنامج التعليم الإضافي عكس تفاني واهتمام المعلمين والرغبة القوية للطلاب. جرت في 11 ضاحية بمديرية قرارة انتخابات مدراء الضواحي ولجان القرى. وأكد المدراء الجدد المنتخبون لتعويض المدراء السابقين المكملين مدة عملهم أكدوا على العمل المتفاني لخدمة ناخبهم. ودعا مدير مديرية قرارة السيد صالح محمود دعا المدراء المنتخبون منح الأولوية لعملهم والقيام بدور رائد لإنجاح برامج التنمية. إلى فاصل قصير مسمى وفيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. طالب مسؤول صيني رفيع خلال محادثات مع الولايات المتحدة طالب واشنطن بعدم انتهاك سيادة بكين، منتقدا الدوريات العسكرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب محادثات أمريكية صينية في واشنطن، قال يانغ جيشي مهندس السياسة الخارجية الصينية أن الجانب الصيني أبلغ الولايات المتحدة بوضوح بأنها يجب أن تكف عن تسيير سفنها وطائراتها الحربية بالقرب من الجزر الصينية، والكف عن الأعمال التي تقوض سيادة الصين ومصالحها الأمنية. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده تأمل في العمل مع الصين بشأن العقوبات المفروضة على إيران. وأضاف بومبيو أنه عبر خلال اجتماع عقد في وقت سابق مع الوزراء الصينيين عن رغبته في التعاون مع الصين في معالجة ملف البرامج النووية والصاروخية الإيرانية وشطط أخرى. قالت السلطات الأسترالية أن شخصا قتل وأصيب شخصان في عملية طعن نفذها رجل خلال ساعة الازدحام في حي الأعمال بوسط ملبورن، لافتة على أن الهجوم مرتبط بتنظيم داعش الإرهابي وتم اعتقاله. وقال أيان ماكارتني نائب رئيس الشرطة الاتحادية الأسترالية أن هناك صلات بداعش، منوها أن الصلة متعلقة بالإلهام وليس بالاتصال المباشر. وذكرت وكالة أعماق المرتبطة بالتنظيم الإرهابي أن منفذ عملية الطعن بمدينة ملبورن هو من مقاتلي داعش، ونفذ العملية استجابة لاستهداف رعايا دول التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد التنظيم وفق ما أوردت فرانس بريس. وقالت الشرطة أن المشتبه به من أصل صومالي ومعروف لدى أجهزة الاستخبارات، مشيرة إلى أنه كان ينتقل بعربة رباعية الدفع محملة بقوارير قاز. قتل 9 أشخاص على الأقل بسبب الحرائق التي تشهدها مناطق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، والتي أجبرت السلطات على إجلاء أكثر من 150 ألف شخص عن منازلهم. وعثرت السلطات على 5 من القتلى في سياراتهم في منطقة شمال الولاية. وتخطت الحرائق في قرب مدينة لوس أنجلوس الطريق السريع، وامتدت إلى المناطق السكنية قرب الساحل بما فيها منطقة ماليبو الشهيرة، والتي التهمت النيران بعض المنازل فيها. وتحذر السلطات في الولاية أن النيران المشتعلة في الشمال والغرب تتقدم بشكل سريع بسبب الرياح، حيث تشير التقديرات إلى أن ألسنة اللهب تغطي مساحة تبلغ أكثر من 5000 هكتار. ارتفع عدد ضحايا الأمطار القذرة والسيول في الأردن إلى 11 قتلى، بينما اضطرت السلطات إلى إجلاء ما يربو على 3700 سائح من مدينة البتراء. وقالت جمانة قنيمات المتحدثة باسم الحكومة أن السياح نقلوا لمناطق آمنة قبل أن تتدفق السيول على بعض المناطق المدنية الجبلية الشهيرة. وأدت السيول إلى إغلاق طريق سريع رئيسي يربط العاصمة عمان بجنوب البلاد. وأعلنت الحكومة إغلاق الجامعات والمدارس وجرى فتح المساجد لإيواء المدنيين في المناطق المتضررة. وقتل 21 شخصا قبل أسبوعين أغلبهم أطفال عندما جرفت السيول حافلة مدرسية كانت في رحلة في منطقة البحر الميت في أسوأ الكوارث الطبيعية في البلاد منذ عقود. وانتقد سياسيون ومواطنون خدمات الطوارئ في ذلك الوقت، وقالوا
أن الأطقم لم تكن مستعدة وأجبرت الأزمة 2 من الوزراء على الاستقالة بعد أن خلصت لجنة برلمانية لوجود إهمال. نقطة الختام، في أمان الله.